السلام عليكم. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ ما اعرفش اقول على بعض. السلام عليكم، ازيك يا شباب عاملين ايه؟ معاكم مرنور، والنهارده عندنا فيديو جديد. مبسوط قوي ان انا من التفاعل بتاعكم على الفيديو اللي فات. طبعا انا في الفيديوهات دي بقول لك ركز في كل كلمه بتتقال وكمل الفيديو للاخر، وتحديدا كمل الفيديو للاخر علشان في كلام بيتقال في اخر الفيديو هو مهم جدا جدا جدا، انت ممكن ما اقولهوش في اول فيديو. فيعني انا مش مرتب الكلام، فكمل الفيديو للاخر بحيث انت يوصل لك صوره كامله. طبعا ما تنساش تعمل زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات طبعا احنا اتكلمنا، قلنا هنعمل الفيديو ده سلسله الصلح دي على 3 فيديوهات. اول حاجه هنعرف السوق جيمنج زعلان من ايه، ثاني حاجه بومبو زعلان من ايه، وثالث حاجه نتكلم في الصلح. طبعا قلت لك عشان تعرف شخص زعلان من ايه وتصلحهم لازم تعرف ده زعلان من ايه وده زعلان من ايه، ثم بعد كده نصلحهم. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن بومبو، لو انت ما شفتهاش اتكلمنا قصدي على ايسي كان زعلان من ايه. لو ما شفتش الفيديو وقف الفيديو ده، روح شوف الفيديو اللي فات وارجع كمل الفيديو ده عشان تبقى ماشي معانا بالتسلسل، وهسيب لك برده الرابط بتاعه من الاي اللي فوق دي. اوكي طيب، مبسوط جدا من تفاعلكم معانا. ناس كتير جدا نزلت تحت قالت لا ده كان بيصور اكتر من 16 ساعه، ويعني افدتوني بصراحه جدا جدا جدا، وده اللي احنا هنكمله برده في الفيديو ده. يعني عايزك برده تنزل في التعليقات كده تستمر، تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان عشان ده بيساعد جدا ان الفيديو ده يوصل لهم وان هم يتصلحوا. طيب احنا النهارده معانا 12 نقطه. في الفيديو اللي فات طبعا ايسي كان تفوق على بومبو لو انت فاكر، تقريبا كان 6 نقاط لواحد تقريبا لصالح بومبو. فالفيديو ده هنتعرف وان شاء الله كده يحصل عكس بقى، يعني بومبو يطلع هو اللي معاه حق. طيب هو بيتكلم في 12 نقطه، ف 12 نقطه هيتوزعوا، هنشوف مين فيهم هياخد نقاط اكتر. اوكي لو شفتني ظالم في حاجه هتقدر تنزل تحت في التعليقات. طيب اول نقطه بيقول بومبو زعلان ان ايسي قال عليه مجرد معرفه وان هم مش اصدقاء، وبومبو قال ان كان في صداقه بيننا وكنت بجيب لعيلته هدايا وهو كان بيجيب لعيلتي هدايا وان احنا كنا اصحاب جدا. اوكي في النقطه دي هتروح لبومبو، ادي اول نقطه. انا قلت قبل كده ان ما يصحش ان ايسي يطلع يقول ان ده مش صحاب، انتوا صورتوا مع بعض حوالي 3 سنين او سنتين، فطبعا ده يعني رقم او مده كافيه جدا ان انتوا تكونوا صحاب. لان انا قلت لك ان انت لو عرفت واحد فتره معينه انت اجباري هو يبقى صاحبك، خصوصا ان انتوا كنتوا بتصوروا مع بعض فبتقضوا وقت طويل جدا. على كلام ايسي من بقه ان هو قال لك ان هو كان بيقعدوا 16 ساعه تصوير او بيقعدوا حتى 8 ساعات تصوير اللي هو قال عليهم، فدي مده كافيه ان انتوا بتتكلموا. قال لك كنت عارفه وعملتوا فلوج مع بعض في الامارات وخرجتوا وكان طبعا مبسوطين، فدي معناها ان انت صاحبه. المعرفه دي يعني انا واحد مثلا سلمت عليه فقلت له مين ده، قال لك مثلا ده عمر، فخلاص انا عارف ان ده عمر لكن انا ما اعرفوش شخصيا. لكن انتوا اتعاملتوا مع بعض، عرفت شخصيا، هو كان عارفك وعارف اختك وعارف العيله وانت كنت عارف العيله عنده وكنتوا بتجيبوا هدايا لبعض، فالنقطه دي هتروح لبومبو طبعا ما فيهاش كلام، لان هو انتوا اصدقاء، شئت ام ابيت فانتوا اصدقاء. احنا مش مختلفين في النقطه دي. طبعا انت غلطان لان انت قلت مجرد معرفه، انتوا اصدقاء المفروض يعني والناس كلها حبتكم وعارفين ان انتوا كنتوا مع بعض. طيب النقطه الثانيه، بومبو زعلان ان ايسي قال ان هو جاب له معدات وبومبو وعده انه مش هيشتغل بيها لنفسه زي الميكروفون، وبومبو قال ان المايك والمعدات لو عاوزها تعالى خدها وما تسويش فلوس كتير. اوكي النقطه دي طبعا ايسي قال ان هو كان جايب له معدات على اساس ان هو يصور بيها معاه عشان تبقى فاهم انت الكلام، وبومبو بعد كده استغلها لما فتح قناه واشتغل بيها لنفسه. طيب النقطه دي انا عايز اقول حاجه، لما انفصلوا هو اجباري كان لازم يعمل فيديوهات، فكانش معاه معدات غير اللي انت قلت له او اللي انت كنت جايبها له. هو قال لك هنا ان المعدات دي ما تسويش فلوس كتير ولو انت محتاجها خدها، يعني هو الراجل اعترف قال لك لو انت عايز المعدات دي خدها، وهو كان اجباري عايز يعمل فيديوهات برضه يتكلم عن نفسه، فهو ما لقى معدات يستخدمها. فانا شايف ان دي نقطه مش هتعيبه قوي، وبرده في نفس الكلام هي مش هتعيب التاني، لان انا جبت لك حاجه قلت لك ما تستخدمهاش، ماليش دعوه بقى هي ثمنها جنيه ثمنها 10 ثمنها 100 ما تستخدمهاش. فالنقطه دي انا يعني ممكن ندي الاثنين، ده معاه حق من وجهه نظر وده معاه حق من وجهه نظر، فهنزود الاثنين كل واحد نقطه. طيب نتكلم في ثالث حاجه، بومبو قال ان ايسي اتفق معاه علشان الشغل، وبعد ما رتب الاوراق كلها وهو جاي قال له لازم تجيب جهاز الاول ب 50,000 جنيه علشان نبدا الشغل، وهو ما كانش قال له كده واشترى الجهاز والمعدات، ولو كان قال له هات المايك كان جابه هو كمان. اوكي يعني هو عايز يقول، بومبو عايز يقول ان هو قال له في الاول ان انت تعالى بس اشتغل وانا اجيب لك كل حاجه، بعد كده لما جه قبل ما يسافر على طول ورتب الورق وساب الشركه قال له لا ده انت لازم تجيب جهاز الاول ب 50,000 جنيه. طبعا دي عشان تيجي تشتغل معايا. اوكي وهو قال، بومبو قال ان انا اشتريت الجهاز وجيت ما فيش مشكله، فهو كان بيعيد بقى على ايسي في النقطه دي، بيقول له انت كنت تعرفني من الاول ان انا لازم اشتري جهاز، افرض انا ما كانش معايا فلوس. وغير كده بيقول ان انا لو كنت قايل لي هات المايك كنت جبته، يعني واحد دافع 50,000 جنيه في جهاز، لو قلت لي هات المايك كنت جبته. طيب ان هو يجيب لك مايك دي حاجه مش مشكله، انت شغال معاه وكده كده كان في ود ومحبه، فهو جاب لك الميكروفون مفيش مشكله. وموضوع ان انت جبت له باور سبلاي فده برده يعني هو بيقول لك جبت، يعني انا مش عايز العلاقه تبقى كده بينكم، يعني المفروض ان انتوا اكبر من كده بكتير، مش باور سبلاي ولا ميكروفون، الحاجات دي كلها سعرها مش كتير، فبالتالي مش عايز الخلاف يبقى على اسباب ماديه مش كبيره حتى يعني. اما موضوع ان هو يرجع من الشغل بره ويقول له ان انا لازم تجيب جهاز، انا ما اعرفش هو اتفق معاه كده فعلا في الاول ولا لا.
لو ما اتفقش خلينا ناخد السيناريوهين. لو هو فاجئه بالموضوع ده، يعني خلاص بعد ما رتب الورق كله فاجئه قال له لا ده انت لازم تجيب المعدات دي اما ما تجيش، فدي نقطه بصراحه هتروح لبومبو. هو معاه حق، لان انت كنت المفروض تعرفه ان هو ساب شغله، الراجل ساب شغله الاول بعد كده جالك، فانت المفروض كنت تعرفه ان لا انت مثلا قبل ما تسيب الشغل 1 2 3 4 عاجبك ماشي، مش عاجبك لا، لكن بعد ما تسيب الشغل وتيجي ثم بعد كده اقول لك لا ده احنا محتاجين اسمه ايه ده جهاز ب 50,000، فدي النقطه دي بصراحه هتروح لبومبو. طبعا لو كان قايل له من الاول فالنقطه دي مش هتروح له، لكن انا بفترض على افتراض بومبو وان كلامه صحيح وان هو فاجئه بالموضوع ده، النقطه دي هتروح لبومبو. طيب النقطه الرابعه بومبو بيقول ان ايسي كان بيعامله وحش في الفتره الاخيره وعلشان كده هو سابه، وفي الفتره الاخيره كان بينزل فيديوهات لوحده وحرق البيت والسيرفر في ماينكرافت، وقال ان الجمهور مل من السلسله دي. اوكي دي النقطه الرابعه. طبعا يا جماعه انا قلت لكم قبل كده ان موضوع ماينكرافت مش عايز يبقى مشكله، انا متبرع انا والفريق العمل بتاعي كله ان احنا نعمل لكم سيرفر كامل، بس في نظير انتوا تتصالحوا، سيرفر كامل على حسابي انا يا عم اقعد لك يوم كامل اشتغل السيرفر لغايه ما اخلصه. اوكي بالنسبه للنقطه دي بقى، هو ليه ما كانش بيصور معاه في الفتره الاخيره وهو بيقول لك ان معاملته كانت وحشه؟ انا ما اقدرش اتدخل في الموضوع ده، يعني انا لو قلت لك اصل بومبو معاه حق اصل ايسي معاه حق، لا انا ما شفتش المعامله بينهم، انا لو قلت لك كده ابقى انا راجل كعمر نور، انا راجل كذاب، انا ما شفتش هم كانوا بيتعاملوا ازاي ولا انت شفت، دي كانت حاجه بينهم بين بعضيهم، فالنقطه دي احنا نسكيب منها مش هنديها لحد، او ممكن نديها برده للاثنين، هنزود كل واحد نقطه، لان انا بصراحه يعني انا ما اعرفش، حاسس ان انا ما اعرفش طبيعه المعامله بينهم، بس اكيد كانت كويسه يعني انا ما اعرفش. بيقول لك الفتره الاخيره ان انا صورت معاك كويس وان انت بس اللي كنت بتعاملني وحش، انا ما اعرفش، هنسكيب النقطه دي. النقطه الخامسه بومبو بيقول ان حاليا رايح يصور مع ناس مشاهير علشان يجمع من وراهم فلوس، وانه كان بيقول عليهم كلام وحش في الاول. طيب النقطه دي طبعا هتروح لاستيو جيمنج. ليه هقول لك دلوقتي. بومبو طبعا كان بيقول ان ايسي كان رايح يصور مع ناس مشاهير عشان ياخد مشاهداتهم وان هو مادي بحت، اوكي، وهو كان بيشتم في الناس دي في الاول يعني. طبعا ليه انا مش هدي النقطه دي لبومبو، ليه هديها لايسي؟ ان دي اسرار شغل، انت ادام طلعت من الشغل المفروض ان انت ما تقولش كده، انت كده بتوقعوا مع الناس اللي هو رايح يصور معاهم دول او صور معاهم اوريدي، فانت كده وقعتوا في مشكله كبيره معاهم، ودي كانت سر من اسرار الشغل اللي احنا نعرفه، ان انت سبت الشغل الاسرار دي بتدفن معاك، فدي نقطه طبعا هتعيبه، لان انت المفروض ما تطلعش سر زي كده، فالنقطه دي هياخدها ايسي مش بومبو. دي يعني حاول ان انت ما تجرحش فيه بقدر الامكان، حتى لو هو عاملك سيء، حتى لو هو كان وحش معاك، حتى لو هو طلع يتكلم معاك، انت المفروض ان انت ما تبقاش زيه، وان انت تتعامل باللي جواك، ان انت شخص طيب. كلنا عارفين الناس فاكره ان انا عندي خلافات مع بومبو ويسي، انا والله ما عندي خلافات مع حد، انا بحب الاثنين جدا، وقسما بالله لسه بتفرج على الاثنين لغايه دلوقتي، لو فتحت الاستوري عندي الفيديوهات اللي بتفرج عليها هتلاقيني بتفرج على الاثنين، وكنت حاببهم جدا مع بعض، واكتر سلسله عجبتني الهروب من السجن لما عملوها سوا، فبالتالي انا مش عايز الناس تقول لي بس انت ما تحبش ده، لا انا بحب الاثنين جدا على فكره، فالنقطه دي هتروح زي ما انا قلت لك. طيب بومبو بيقول ان ايسي ما كانش بيعرف يلعب وفيديوهات الالعاب بتاعتهم كانت فيك، وانه كان بيعيد الجيم اكتر من مره علشان يجيب كيلات، وكان بيجبر بومبو انه ما يقتلش حد علشان يقتله هو ويبان حريف قدام الناس، ده سر خطير جدا على فكره. طبعا النقطه دي هتروح لايسي. ايه ده عمر انت منحاز بقى، كل نقطه كده لايسي، لا 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 اطلع الفيديو واحده واحده، قلت لك دي من اسرار الشغل، اي حاجه في اسرار الشغل هتطلع هديها لايسي، لان انت المفروض اسرار الشغل دي بتدفن معاك. طيب بص بقى يا عم، موضوع ان هو يعيد الجيم اكتر من مره فده طبيعه من الشغل، انا شايف ان انا جيم ما عملتش فيه حلو عادي، يعني عندك يوتيوبرز كتير بتوع بابجي بيعيد الجيم 10 مرات، جيم ممكن ينزل يتقتل جيم تاني، فده طبيعه من الشغل، ان هو مش اول جيم هيصور هيجي كويس يعني، فدي طبيعه ممكن يعيد الجيم مره واثنين وثلاثه واربعه. بيقول لك انت ما تقتلش كلات، انا شايف ان دي يعني تحفظ اوفر شويه من ايسي، يعني بوم مع حق ان هو يعني انت بتلعب مش حريفه، يعني احنا كلنا بنأدي جيم بلي، انتوا حابين عمر فبتتفرجوا عليه وهو بيلعب، سواء جبت كلات ما جبتش كلات، فدي حاجه برضو ايه يعني مش لازم تتحفظ قوي، هو ما تقتلوش يعني هيقتلني يعني هسيبه يقتلني عشان تجيب كيلات، لكن طبعا ان هو يصور الجيم اكتر من مره وان هو يعني شايف ان هو يفنش او ما يفنش، دي حاجه بصراحه بترجع لايسي، ان هو شايف ان هو الجيم بلاي ده بالنسبه له هيحبه الناس ولا لا، فدي نقطه انا هحسبها لايسي، ان بومبو المفروض ما يقولش كده، ان هو كده بيقول عايز يقول لنا ان ايسي ما بيعرفش يلعب، فانا شايف ان انت مالكش يعني ملهاش لازمه ان انت تجرح فيه، خصوصا ان دي اسرار شغل. طيب النقطه السابعه، بومبو بيتهم ايسي انه مادي جدا والالعاب كان بيشتريها ويرجعها تاني بعد ساعتين بعد ما بيصوروا بيها، ده اتهام خطير جدا جدا جدا. طبعا يا جماعه النقطه دي برضه هتروح لايسي، واحد يقول لي ليه هتروح لايسي بقى؟ علشان قلت لك دي من اسرار الشغل، واسرار الشغل لازم تندفن معاك لغايه لما تشتغل معاه تاني بقى، او لو ربنا اراد ما تشتغلش، هي بتدفن خالص، اسرار الشغل ما ينفعش تطلع بره. طبعا خلينا يعني النقطه دي راحت لايسي طبعا، لكن بقى خلينا ندرس الموضوع اكتر. بومبو بيقول ان هو كان بيرجع اللعبه بعد ساعتين، وارد ان هو يكون اللعبه ما عجبتوش، وارد ان هو فعلا يكون محتفظ بالفلوس على اساس ان هو يصور في عدد العاب كتير جدا، لان انا لو اشتريت الالعاب دي هتبقى محدوده، هو يصور في عدد
كتير جدا، فاشتري دي وارجعها واشتري دي وارجعها واشتري دي وارجعها. فوارد يكون بيعمل كده، لكن ما ينفعش انت تطلع تقول ان هو كان بخيل وبيصور في اللعبه ويرجعها والحاجات دي كلها. دي برضو نقطه مش كويسه منك، ان احنا واخدين عنك ان انت شخص طيب وان انت ما بتجرحش في حد، فكل دي اسرار شغل المفروض ان انت ما كنتش طلعتها بره. بس النقطه الثامنه، بومبو بيقول ان هو كان رايح بيخلص حاجات ومشاوير لعيله ايسي بعيدا عن الشغل. النقطه دي برضو يعني بص هنديها لبومبو عشان احنا بقالنا شويه ما اديناهوش حاجه، هنديها لبومبو على اساس ان هو يعني كان بيساعده. الراجل عايز يقول لك ان نفهمها ان هو كان بيساعده وان في الشغل وبره الشغل، وان انت كنت صاحبي وصديقي. فالنقطه دي هنديها لبومبو مش مشكله، ان هو برضو عايز يقول لك ان انا كنت جدع معاك قد ايه، وان انت كنت بتقول ان انت مش صاحبي، لا انا جدع وكنت بعمل لك مشاوير حتى بره الشغل. اوكي. النقطه التاسعه، بومبو بيقول ان ايسي ما حطش اعلانات على الفيديو بتاعه علشان ما فيش اعلانات بتتحط على فيديو مدته 5 دقائق، وان هو بيضحك على الناس. ده اتهام خطير جدا يا شباب، اتهام خطير جدا. طيب النقطه دي هنديها لايسي طبعا، لان الفيديو 5 دقائق بيتحط عليه اعلانات عادي. بس تعالى افهمكم كده حاجه بسيطه، تعالى كده قرب لي كده بس، تعالى بص يا عم. الفيديو اللي مدته اكبر من 8 دقائق بيسمح لك ان انت تحدد موضع الاعلانات داخل الفيديو، واكيد اي حد فاتح قناه على يوتيوب فاهم الكلام ده، ان انت بتقدر تحط اعلان كل دقيقه، كل دقيقتين، كل 3 دقائق براحتك. لكن الفيديو اقل من 8 دقائق هو اليوتيوب بيحط لك تقريبا اعلان 3 في الفيديو كله، واللي انت مش مسموح لك تحط انت اعلانات بايدك، لكن هو بيدفع لك ربح، بس الربح بيكون اقل بكتير. يعني على سبيل المثال لو فيديو جاب 100,000، انت في الفيديو الاكتر من 8 دقائق بتاخد ايه؟ $50. الفيديو الاقل من 8 دقائق بتاخد مثلا $20، فاهمني؟ لكن انت بتاخد اعلانات طبعا. يعني الفيديو جايب عنده 4 مليون، بالميت كان خد له $500 او $1000 يعني. فهو النقطه دي هتروح لايسي ان هو بيتحط عليها اعلانات عادي يعني. طيب بومبو بيقول النقطه العاشره، المرتب كان ضعيف ومش كبير، وزعلان ان ايسي طلع وقال انه جاب له هدايا. اوكي، المرتب ضعيف دي ولا مش كبير احنا ما نعرفش، انا مش هدي حد النقطه دي بصراحه، احنا ما نعرفش المرتب كان كام. هو مفيش حد طلع قال ولا ده عايز يتكلم ولا ده عايز يتكلم، بس هو المرتب واضح ان هو كان مرضي. انا قلت كده ان هو ساب شغله وجه، فالمرتب اكيد كان مرضي جدا، خصوصا انت قعدت فتره كبيره جدا تصور معاه، فاكيد المرتب كان مرضي لو ان هو ما بيقدركش الا اجبرك تقعد معاه سنتين. فالنقطه دي هتروح لايسي. اوكي. بومبو بيقول ان الشغل ما كانش وحش، ولكن المعامله او ضغط الشغل معاه بالتحديد هو اللي كان صعب، وكان بيشتغل اكتر من 16 ساعه وحتى في الصيام. النقطه دي لو حقيقيه طبعا هتروح لبومبو، مفيش كلام، لان انت يعني بتشتغل 16 ساعه دي مده كبيره. وخليني اقول لك ان في واحد في التعليقات الفيديو اللي فات هو اللي نصحني للنقطه دي، عشان كده احنا ادينا لبومبو. قال لك ان هم كان بيعمل فيديو وفيديوهين في اليوم ايام رمضان على قناته الاساسيه، وكان بيصور معاه كمان على القناه الثانيه اللي هي سولوم، وكان بيعمل فيديوهات كمان ساعات، يعني فيديوهين هنا وفيديوهين هنا. فطبعا لو كل فيديو خد ساعتين تصوير وساعتين مونتاج، ففعلا هم ممكن يكونوا قضوا وقت كبير جدا وممكن يوصل 16 ساعه. وطبعا الثاني ايسي طلع قال كده وقال ان دي كانت في فترات معينه بس، لكن هو اقر ان هو كان بيشتغل. فالنقطه دي هتروح لبومبو ان هو كان بيشتغل كتير جدا يعني. طيب اخر نقطه، بومبو زعلان ان ايسي ما دعموش في القناه، وانه كان صريح معاه في البدايه وقال له هفتح قناه جيمنج، وحتى قناه طبخ فتحها بعد صفحته على الفيسبوك. النقطه دي طبعا انا هعيب عليها لايسي وهنديها لبومبو برضو، علشان قلت لكم يا جماعه قبل كده ان هو المفروض يدعمه. حتى قال لك ما قالكش حور عليك، ما حورش عليك، انت عارف من البدايه ان هو كان نفسه يفتح قناه يوتيوب، افتحها له وادعمه، احنا عارفين انت جدع بتساعد الغريب قبل القريب. فالنقطه دي بصراحه برضو هتروح لبومبو. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس، علشان في فيديوهات كتير جدا هتفوتك. ما تشوفش فيديو تمشي، دي سلسله كامله، مش عايز تتابعها ما تتابعهاش من البدايه، لكن احنا لغايه ما نصالحهم وان شاء الله دي سلسله لازم تتابعها حلقه بحلقه. وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك، واعمل لايك للفيديو وشير الفيديو في كل مكان. خد الفيديو كده شيره مع اصحابك، شيره على جروبات الفيسبوك، ده كله بيساعد ان احنا نصالحهم اسرع. بس يا عم، يعني لو شايفني كنت ظالم في حاجه معينه تقدر تنزل تحت في التعليقات، والتعليقات كلها مفتوحه، وتقدر تتابعنا على انستجرام، برد على كل الناس والله، مش كلام، برد على ناس، كل الناس فعلا. اوكي بس، ويعني اي اقتراح عايزه تمام، وان شاء الله استنوا الفيديو اللي جاي. سلام.